السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنعرف إزاي تحول بيتك من بيت عادي لسمارت هوم بأقل التكاليف وتسهل حياتك. بس قبل ما نبدأ يا ريت تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة، ويلا بينا. طيب مبدئيا كده محتاجين نعرف أصلا في الأول يعني إيه سمارت هوم. سمارت هوم هو بيت تقدر تتحكم فيه عن طريق الموبايل أو عن طريق أداة أوامر صوتية أنت بتديها لجهاز معين. فيلا بينا خلينا نشوف بقى ايه الأجهزة الرئيسية اللي هتساعدنا ان احنا نتحكم في البيت بشكل سلس جدا وشكل بسيط، وهيسهل علينا امور الحياة بحيث ان انت تقدر تنجز حاجات في وقت اسرع بكتير جدا. اول حاجة هنحتاجها وهي اهم حاجة، وهي الاليكسا ايكو دوت. وتاني جهاز هو السمارت سويتش، وتالت جهاز هو السمارت الارم، ورابع جهاز وهو السمارت فالف. انا عن نفسي كشخص في بعض الاجهزه دي حاجات اساسيه لازم تكون موجوده في بيتي، علشان دي حاجات امان وحاجات مهمه جدا جدا جدا، ممكن لا قدر الله تؤدي كمان الى حدوث مصايب لو هي مش موجوده. طيب خلينا نتعرف مع بعضينا على شويه الاجهزه دي الرائعه جدا اللي هتساعدك في حاجات كتيره جدا في حياتك. بسم الله. طيب اول جهاز معانا هو من امازون اللي هو اليكسا ايكو دوت. ده من شركه امازون. في منه اجهزه تانية زيه من ابل، ولكن ده اللي هو اقل تكلفه وفي نفس الوقت بيديك اداء عالي، وفي منه اكسسوار كتيره جدا عاليه جدا في السوق هنا. فباذن الله اعجبكم. في الحقيقه فتحت الاجهزه قبل ما اصور الفيديو، ولكن اجهزه رائعه جدا. بسم الله. وادي يا معلم اليكسا. دي اليكسا الجيل الخامس. اليكسا دي رائعه جدا بصراحه. تمام. في هنا بقى في العلبه تاني الكابل بتاع الباور بيتوصل في الحته دي كده اهو، وكده وصلناه في الفيشه. تمام. اهو كده بدأ بقى يشتغل بيحمل، جايب لك ان هو كده زي يكون بيلف. انا بصراحه حاسس حاسس الجهاز كده كانه بيطير، فاهم انت؟ اللي هو مع الاضاءه كده وتحس كده ان هو بيطير، فاهمني؟ جهاز معدوم من الجاذبيه. صراحه انا من زمان جدا كان نفسي يبقى عندي جهاز زي كده، اقول الحمد لله الحلم اتحقق. جهاز رائع جدا صراحه. فيلا بينا خلينا مثلا نشوف. انا ربطته طبعا مع النور لما ركبت السويتش عندي في المكتب هنا. اليكسا اقفلي نور المكتب. قفلت النور فعلا. اليكسا افتحي نور المكتب. فتحت النور تاني. اليكسا عامله ايه؟ أنا بخير، تسلمني. اليكسا علي صوتك شويه. أنا بخير، تسلمني. اليكسا ممكن تقولي لي ايه الاخبار النهارده؟ جاري الحصول على موجز الأخبار وفقا لاختياراتك. من العربية، الأخبار في دقيقتين. هذه أبرز. اليكسا ستوب. وتقدر كمان تديها امر تاني زي مثلا اليكسا شغالي قران او شغالين اي حاجه معينه. ممكن تسمع بيها بودكاست او اي حاجه مثلا زي مثلا بودكاست مصباح اللي على القناه. اليكسا شغالي قران. اخترت لك سورة الزلزلة بصوت سعد الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليكسا ستوب. اليكسا اقفلي نور المكتب. تاني جهاز بقى معانا هو السمارت سويتش. بسم الله خلينا نفتحه كده. ده الجهاز بقى ذات نفسه. جهاز رائع جدا انا مركبه في المكتب. تمام. عبارة عن ان انت زي مفتاح الكهرباء العادي، ولكن ده تقدر توصله بالموبايل عن طريق مثلا كذا تطبيق. التطبيق اللي بنتعامل بيه دلوقتي اللي هو سمارت لايف. كمان تقدر لو اتواصلت مع شركة سمارت سيتيز هيعلموك كل حاجة عن ان انت ازاي تستخدمه وازاي كمان تركبه، هم اللي ممكن يركبوه لك. جهاز في قمة الروعة، عشان تقدر كمان تتعامل مع اغلب الميزات اللي بتيجي كمان معاه عن طريق اليكسا. اليكسا بالامر الصوتي، او ان انت حتى لو مسافر مثلا ونسيت حاجه مفتوحه مثلا في البيت، او بتحب مثلا ان انت تنور كمان نور السور مثلا في الفيلا او نور الشارع، تقدر كمان تعمله اللي قدام بيتك، تقدر تعمله بالجهاز الرائع ده عن طريق اليكسا او عن طريق الموبايل. ومهما كانت المسافه اللي ما بينك ما بينه بالموبايل. وكمان لو انت عايز تركبه ممكن عادي تطلبه عادي من على الموقع بتاع الشركه، وهو ممكن اي كهربائي عادي يركبه لك. تمام. وهنا بقى كتاب تعليمات يوريك ازاي مثلا لو انت عايز تركبه او اي حاجه. هنا بقى المسامير بتاعت التثبيت.
اما بقى الجهاز ده فده بصراحه جميل جدا وهيوفر عليك بقى فلوس كتيره جدا جدا جدا. الجهاز ده كده صغير وتحس عامل زي الايربودز كده، جهاز خفيف جدا حرفيا انا ماسكه بايدي ولا كاني ماسك يعني، اخف من الايربودز كمان. الجهاز ده بقى فكرته ان هو مثلا يشتغل ان هو يقلب لك الاجهزه عندك القديمه مثلا اللي هي شغاله بالريموت زي التلفزيون، او لو تكييف قديم شويه ما بيدعمش خاصيه السمارت، تقدر توصله على الابلكيشن اللي هو سمارت لايف، وتقدر كمان توصله بعد كده باليكسا عشان تقدر تتحكم فيه بالصوت او باي حاجه تاني. الجهاز برضه رائع جدا وهيساعدك باذن الله. بيتوصل بالباور عن طريق الكابل ده، الكابل ده من التايب سي لتايب اي، وبتوصله على طول وبيشتغل معاك. نيجي بقى عند اهم حاجتين لا قدر الله يعني مع الحوادث اللي احنا بقينا بنسمعها على طول دلوقتي بسبب الغاز وبسبب المشاكل اللي ممكن تحصل. فالجهاز ده فعليا هيخليك تعمل حاجات جبارة جدا، وبجد بجد الجهاز ده اساسي جدا جدا في بيتك، لازم يكون موجود عندك، لان الجهاز ده فعليا ممكن يحميك انت واسرتك بالكامل. الجهاز ده عباره عن الارم بيديك مثلا صوت لما يحصل مثلا اي تسريب فيه غاز، اي حاجه مثلا حصلت بيديك على طول ان كأن في حاجه حصلت. تمام. ده الكابل هو بيشتغل زي كابل الشاحن كده اهو، دي راس عادية، وفي هنا اهو من تايب A لتايب C برضو بتوصله في الجهاز. ننتقل بقى على الجهاز. جهاز برضه خفيف وجميل، بتلزقه مثلا ممكن بدبل فيس او باي حاجه، تلزقه مثلا في السقف عندك، او مش في السقف، ممكن حاجه تلزقه فوق البوتاجاز بس خليه بعيد شويه علشان مش اي ريحه غاز يديك الارم على طول، خليه يعني بعيد عشان ممكن مثلا التاثير ما بيحصلش من الريحه العاديه يعني البسيطه لما تكون قريبه، لازم يكون بعيده شويه. فباذن الله الجهاز ده برضه هيساعدك جامد جدا. انت بتربطه بالموبايل وهو يديك الارم لو حصلت اي حاجه عن طريق ابلكيشن، وبيديك ان انت في تسريب غاز في البيت ومش عارفه ايه. اما بقى لو قررت تشتري الجهاز ده فانا انصحك وبالشده ان انت تشتري هذا الجهاز الثاني العملاق اللي بجد هيساعدك، وهو السمارت فالف. كل المنتجات دي طبعا متوفره في شركه سمارت سيتيز. خلينا بقى نفتحه ونشوف. هو ده بقى السمارت فالف. انا دلوقتي اقول لك ايه فايدته، ان فايدته بصراحه الجهاز ده فايدته كبيره جدا جدا جدا. خلينا بس نشيل الهيصه دي. السمارت فالف انت بتوصله بتركبه مثلا في الحته جنب الماسوره سواء بتاعه الغاز او بتاعه الميه، مثلا تقدر مثلا بالابلكيشن انك تحدد مثلا ان انا عايز الزرقاء وقت معين مثلا في اليوم وتخليه ثابت، او انت ممكن تتحكم فيه كل فتره بحيث ان هو يفتح لك الميه او يقفلها. اما بقى ايه فايدته بالنسبه للالارم بتاع الغاز، هو ان انت توصله بالالارم اول ما يدي انذار ان في تسريب غاز على طول يقفل لك المحبس بتاع الغاز علشان ما يحصلش اي تسريب، او لا قدر الله يحصل كمان حالات وفاه بسبب تسريب الغاز. طبعا زي ما انتم عارفين متوصله عادي بالكهرباء جنب البتاع ده، وهو بيقفل لك على طول الماسوره بتاعت الغاز. طيب لو انت حابب بقى تحصل على هذا القدر من الرفاهيه والانجاز كمان والانتاج كمان بقى، انا ارشح لك وبشده شركه سمارت سيتيز، هي اللي انا لقيت عليها كل هذه المنتجات، وفي الحقيقه اجهزه رائعه جدا، وكمان في كود خصم اللي هو AK تقدر تتواصل معاهم عن طريق مثلا رقم التليفون، او عن طريق حتى الويب سايت بتاعتهم، او عن طريق منصات التواصل الاجتماعي اللي موجود عليها الشركه. وكل الحاجات دي باذن الله هسيبها لكم في الصندوق الوصف تحت. فباذن الله تكون المنتجات دي عجبتكم، وما تنساش تضغط على زر اللايك وتشترك في القناه. اليكسا اقفلوا نور المكتب. فهل انت مستعد لهذه الرحله الجباره؟ وفي الحقيقه حابب اعرف رايكم في التعليقات.